طبعا كلكم عارفيني. المرة دي أنا أحمد البابور، وجاي أكلمكم عن الفيلم ده. عايز أقول لكم حرفيا الفيلم ده حلو قوي، بس في نفس الوقت قصته مرعبة جدا. ومع إنه كان إنتاج سنة 1986، ومع ذلك في ناس كتيرة لسه ما تعرفوش. فلو قلبك ضعيف اوعى تفكر تشوفه. القصة بجد صعبة، وعايز اقول لكم الفيلم قصته صعبة جدا، لانه بيورينا قد ايه الانسان ممكن تنعدم في الرحمة والانسانية ويتحول لشخص مؤذي وخطر حرفيا على الناس اللي حواليه، وأذيته ليهم ممكن توصل لأبعد الحدود لمجرد إنه حس إن الناس ديت هتقف في طريقه وهتضر مصالحه الشخصية وهتخسره كتير، لدرجة إن ممكن يسجنك أو يجننك أو حتى يقتلك حتى لو كنت أخوه، ابن أمه وأبوه. الفيلم باختصار بيحكي عن مذيعة أخوها بيدخلها مصحة نفسية، طبعا زور، عشان يداري على جريمته. وهي بقى بتكتشف المذيعة عالم المصحة السري، وأثناء وجودها جوه بتحاول كذا مرة الهروب عشان تكشف عن السر. فهل هتنجح ولا إيه اللي هيحصل؟ الفيلم عظيم جدا، وعبارة عن مزيج من الإبداع التمثيلي بداية من الفنان نور الشريف اللي كان طالع ضيف شرف بكم مشهد كده، مع ذلك كان مؤثر جدا. وطبعا وحش الشاشة فريد شوقي بأدائه المتميز اللي طبعا مفيش كلام عليه. ومادة الخطيب اللي عاملة في الفيلم تقريبا دور عمرها. حتى كمال الشناوي وسعيد عبد الغني اللي نجحوا بجدارة إن هم يكرهونا فيهم من كتر الشر اللي شفناه فيهم. ده غير أداء المبدع الكبير سيد راضي اللي شايفينه قدامكم، اللي عامل دور مبهر. بصراحة كل اللي في الفيلم عبر عن أدائه الرائع عن مدى قسوة القصة ومعاناتها، وخصوصا مشهد النهاية اللي كان عبقري. بالمناسبة الفيلم من كتر قسوة قصته اتمنع من العرض على التلفزيون، ولما شفته على اليوتيوب عرفت هو ليه اتمنع من العرض. متهيألي هيفضل ممنوع من العرض للأبد. فيلم الهروب من الخانقة سنة 1986 كان بطولة مجدي الخطيب وفريد شوقي وكمال الشناوي وسعيد عبد الغني والسيد راضي. قصة وسيناريو وحوار أحمد الخطيب، موسيقى تصويرية للمبدع عمر خيرت، إخراج محمد راضي. فيلم يستحق المشاهدة. اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان تشوفوا كل جديد مع بعض. أحمد البابوري، وما تنسوش الدعم والشير عشان تشوفوا كل جديد. ولو عجبك المحتوى اكتب تعليق عشان نكمل واكمل لكم. احمد البابوري من قناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.